تخيل تولد عجوز وكل سنة تصغر لحد ما تصير طفل، ولما تموت تكون مولود جديد. إذا أول مرة بتتابعني أو طلع لك الفيديو تبعي، أنا محمد عقيل وما بسرد لك معلومة، أنا بورجيك الوش الثاني منها، بفتش وبدور وببحبش وبالآخر بعطيك اللعبة. لو الزمان ما كان ماشي لقدام، لو كان راجع لورا، كنت رح تولد عجوز وتعيش حياتك وأنت عم تصغر، عضلاتك بتشد، تجاعيدك تختفي، بس بالمقابل كل شيء بعقلك بيروح. بتصير عندك خبرة ضخمة وبعدين بتنساها، بتفهم الحياة وبعدين بتبلش تسأل عن لون السما مثلا، تقرأ كتب وبعدين ما بتعرف تمسك القلم. بالبداية بتكون حكيم وهادي ومتصالح، وبالنهاية بتصير بكواتي محتاج ومو فاهم شي بعد، بس الفرق انك رايح من النضج نحو الجهل. بس هذا بيطرح سؤال أخطر، هل كان الناس رح يقدروا الطفولة أكثر؟ هل كنا رح نخاف من البداية بدل النهاية؟ وهل الموت كان رح يصير لحظة ولادة؟ يعني الزمن لو ماشي بالعكس، الحياة كانت رح تصير حكاية بتنتهي بالبداية، وكل شي تعلمته رح تودعه قبل ما تودع الحياة. طبعا نحن عم نحكي كلام فلسفي فقط لا غير، وهيك بنكون وصلنا للنهاية. كالعادة لا تنساني بلايك وكومنت ومشاركة. سلام صديقي.